السلام عليكم. معكم رضا. كيجوني بزاف ديال الأسئلة حول تقوية الشخصية والإطار الذكوري. فهو هذاك الكادر اللي كترسمو لهذيك المرأة اللي انت معها في علاقة، سواء الخطيبة ديالك أو الحبيبة ديالك وحتى الزوجة ديالك. فعندنا كنلاحظوا اليوم على أن هناك واحد الآفة ديال التسيمبيت أو الرجل الدليل قدام المرأة. فاليوم غادي نشوفوا بعض الأسباب اللي كتخليك ضعيف قدامها، وبهاد التصرفات اللي كتجعل النساء ما عندهاش ما يعرف بالاكاونتابيلتي، يعني الاعتراف بالغلط. وصافي انت هذيك راه غير مرأة، هذيك راه غير ولية. فهادشي دائما كنسمعوه من عند الرجال، خاصة ملي النساء كتصرف بواحد التصرف غير لائق. فأجيو ندخلو على أول نقطة. أول نقطة صديقي المستمع، فإلا كنتي عبد للغريزة ديالك فما عمر غادي تكون عندك واحد الشخصية مع النساء. نعاودها لك، إلا كنتي عبد للغريزة ديالك فما عمرها غادي تكون عندك واحد الشخصية مع النساء. فاليوم على سبيل المثال كنعرفوا على أن بزاف ديال الشباب فهي كتروح لدوك المواقع الإباحية، فالخيال الجنسي كيبقى مسيطر عليه 24 ساعة على 24 ساعة. وهذا الشيء شفناه في أرض الواقع. فشحال من شخص فهو كان كيمشي لبعض الحانات الليلية، فتزوج هذيك البارميط اللي كانت في هذيك الحانة مدفوع بالغريزة الحيوانية ديالو. فالنساء عموما كتعرف على أن السلطة الوحيدة اللي عندها أو القوة الوحيدة اللي عندها هي قوة الجنس، فهي من تتحكم في الجنس أو تتحكم من يعمل معها الجنس. فإذا كنتي واحد الإنسان انت دائما في هاد المواقع الزرقاء ومخلي الشهوة ديالك اللي هي اللي مسيطرة عليك، فاعرف على أنك مع عمرك غيقدر يكون عندك واحد الإطار ذكوري قوي مع ديك الأنثى. ولهذا النساء كتعرف هذه القضية، فهي تستعمل الجنس للحصول على الكثير من المميزات سواء في العمل أو خارج العمل. فمثلا كتلقى ذاك المشغل فهو كيعطي امتيازات لواحد الفتاة اللي هي جميلة، والغرض من هذا الشيء هو يتوصل على أنه يعمل الجنس مع هذيك المرأة سواء كانت مزوجة أو امرأة عادية. فما غنغفلوش أيضا على أن العادة السرية فهي تدخل أيضا تحت هذا المسمى، وهذا الشيء جاي من تأثير السوشيال ميديا علينا. فدائما المخ ديالنا فهو كيتعرض لهذا البومباردمون ديال الدوبامين، فهو دائما مهيج أو إكسيتي من كل النواحي. فنقدر نقول لك أصديقي العلاج لهذه الظاهرة أو ما يسمى بالإنجليزية أو المسمى العلمي ديالها هو دوبامين ديتوكس، وهي التحكم في مصادر التهييج اللي كيتعرض لها المخ ديالك، وخاصة السوشيال ميديا. فمثلا أو على سبيل المثال فبعض الإخوان كيقولوا لي على أنني ندير بعض لي رياكسيون اللي كيطرو في السوشيال ميديا على بعض الأمور اللي صراحة أكاد أكون ما عمرني سمعت عليها، لحقاش أخوكم رضا ماشي في السوشيال ميديا 24 ساعة على 24 ساعة. فالدوبامين ديتوكس يقتضي على أن الشخص خاصو يلقى أولويات في الحياة ديالو بعيدا عن السوشيال ميديا. فقارن الوقت ديالك اللي كتقضيه في السوشيال ميديا مع الوقت ديالك اللي خاصك تمشي تخدم على راسك، فغتلقى بأنك تضيع بزاف ديال الوقت. ولكن بفضل القناة فبزاف ديال النساء عاد كتقول بأن الرجال عندهم معايير اليوم. فاجي نسمعوا واحد النموذج. ومعنتات الراجل ولا معنتات ومعفر، وهو اللي يختار البنت اللي غيدوي معاها وياخذ مرتها، ويختار واش يطول معاها في الهضره ولا ينقص معاها الهضره، ويختار وقتاش يدير لها الصمت العقابي ما بقاش يجاوبها، ومن يرجع يدوي معاها تعاود تهضر معاه بحال شي حاجه ما طرات، ولا يختار الوقت. نعم، القناة فهي ساهمت في رفع معايير الرجال، لكن باقي عندنا الخدمة. فهناك العديد من الإخوة الزرق أو السنافر خاصنا نقدوهم. كيفاش نقدوهم؟ وهو أنكم تشيروا معهم هاد المعلومات وأيضا القناة ديالكم. فإلا كنتي تقدر أنك تكونترولي هاد الجانب الحيواني اللي عند كل واحد فينا، فأنت بنجاح سلبتي القوة من جميع النساء.
فبالتالي غادي يكون عندك واحد الإطار ذكوري الغير قابل للاختراق. أجي ندخل على النقطة الثانية. النقطة الثانية وهو الخوف من الفقدان. نعودها لك، الخوف من الفقدان يعني انت البنت اللي معها او الزوجة او الحبيبة ديالك كدير شي حاجة ولكن خوفا من الفقدان ديالها او خوفا من المشاكل، فانت ما كتقولش هذيك الحاجة اللي ضراتك او هذيك الحاجة اللي ما عجباتكش. كيقول تاني بينه وبين راسو وصافي تاني راه الا جيت نقول لها بحال هكذا راه ما تبقاش تجاوبني على المكالمات ديالي او ما غاديش تبقى تجاوبني على التكست ديالي. فخلينا صديقي نقول لك بان القيادة في العلاقة تكون ماشي فقط في الفراش بل ايضا خارج الفراش. يعني ملي تقوم بشي حاجة اللي ما عجباتكش خاصك تقولها ليها، انت غير مهتم بردة الفعل ديالها. فتفرج في واحد الفيديو كنت درته وهو غير متاح عاطفيا، فبالتالي هذا الفيديو هذا غادي يعاونك على انك ما تسوقش لردات الفعل ديالها. لكن كنعرفوا بان قلة الاحترام فهي ليست وليدة اللحظة، بل هي مثل داك النهر الجارف اللي بدا بنقطة نقطة ديال الشتاء فتحول الى واحد النهر اللي هو جارف. فقلة الاحترام ما تتبداش من الاول، لكن ببعض التصرفات وانت حيت كتغيض البصر او انك ما تتبغيش بين قوسين تخاصم معها او تنوض معها الصداع او تقول لها بان هذا التصرف راه ما تيعجبكش، فكيبقى داك التصرف نقطة 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 حتى كيعود قلة الاحترام. فإلا لاحظتوا غادي تشوفوا في قصة اجي احكي لنا حكايتك او قهوة مع رضا، فاش الاخوان كيقولوا القصص ديالهم دائما فكنلقاو واحد الحاجة اللي هي دائما كتعاود، وانه هو ان قلة الاحترام ما بداتش وليدة اللحظة، فهي سبقوها بعض الاشياء او بعض التصرفات من الانثى، ثم من بعد ذاك الشيء حيت انت ما وقفتيش عند الحد ديالها، حيت عندك واحد الاطار مخترق، فعاد قلة الاحترام. فلا واحد التصرف من الانثى ما عجبناش فاحنا كنقولوها لها، ما كنتسناوش حتى شهر وشهرين وثلاث شهور دوز. الغلط اللي كيديروا الاخوان وهو انه كيخلي واحد الوقت يدوز وكيبدا كيفكرها في بعض الاشياء اللي دازت، كيبقى يقول لها وعقلتي الشهر اللي فات كنا في البلاصه الفلانيه وقلتي الكلمه الفلانيه وهذيك الكلمه ما عجباتنيش. اشنو اللي ضربك على يديك انك ما قلتيهاش تمتم؟ السبب الوحيد وهو انك كنتي خايف من ردة الفعل ديالها. فما تجيش لعندي انا حتى تسمح بقلة الاحترام لواحد المده اللي هي طويله بشويه بشويه وتجي تقول لي اخويا رضا راه ما بقاش تحترمني. راه من حقها ما تحترمكش لحقاش انت ما كنتيش راجل معاها وحطيتي حدود. اشنا هو الاطار وهو انك تحط واحد الحدود لهذيك العلاقه ما كيتجاوزوهاش او هذيك الفتاه ما كتجاوزهاش. وايضا القناعه الكامله على ان هذه الفتاه الا تجاوزت هذه الحدود فهذيك العلاقه غادي ننهيها. فصدقني فالنساء ما كيقدروش ينساو داك الرجل اللي نهى معاهم العلاقه هو الاول وما عمرو التفت ليها. السبب الوحيد اللي كيجعل النساء انهم يتصلوا بك بعد انتهاء العلاقه خاصه من الطرف ديالك وهو ان داك الايجو ديالها مجروح. فما تعجبش الا بقات كتحاول وتحاول 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 لانها ترجع معك، لكن انت ما تكونش احمق وتصدق على انها راجعه لحقاش عرفت الغلط ديالها، هي راجعه فقط للانتقام باش هي تمشي وتخليك. نعم انهن نرجسيات حتى النخاع. النقطه الثالثه وهو انك تحسسها ان الشغل ديالك هو اهم حاجه في حياتك، ماشي هي الشغل ديالك. مثلا كنتي داير انت والصديقه ديالك على انكم تلاقاو في شي بلاصه، لكن عيطوا لك انك غادي تلتحق بالشغل او انك غادي تخدم هذاك النهار، فما يجي مشكل عندك على انك انت تلغي هذاك الديت كومبليتلي. وهنا واحد الخطا ملي كيتصلوا الاخوان كيبغيو انهم يكانسليو هذاك الديت او انهم ما غاديش يخرجوا في هذاك الديت، فهو كيقول الاتي: وامتى غادي نعاود نشوفك؟ هذا غلط يا صديقي. انا ما غيمكنش ليا نشوفك اليوم، ولكن على حسب لومبلوا دو طون فانا غادي نقول لك امتى. شتي الفرق كي داير؟ ماجي امتى الا سمحتي وتكرمتي عليا انك تخشيني في داك السكاجول ديالك او استعمال الزمن ديالك. فانت هنا بنجاح انت هو اللي كتقود هذيك العلاقه، فانت دابا بيزي وغادي تتصل بها او غادي
انك تكونتاكتيها ملي يكون عندك واحد الوقت. فدائما الرجل اللي كيحسس المرأة انها خيار ثانوي في مقابل الاهداف ديالو، سواء كنتي مزوج سواء كنتي في علاقة، خاص هذيك المرأة تحس على انها ثانوية ماشي رئيسية في الحياة ديالك. فالدكتور على سبيل المثال ملي كتجيه واحد المكالمة في الليل خاصو شي حالة اللي هي مستعجلة، ما كيبقاش كيفسر للمرأة ديالو لا راه اسمحي لي دابا ونعوضوها ان شاء الله. لا يا صديقي، فهو كينوض وكيمشي باش يشوف هاد الحالة المستعجلة. خاصك تكون بحال هكا صديقي. فخاصها هي دائما على انها تعرف ان الوقت ديالك ثمين. فاليوم اخوك رضا غيعلمك واحد الجمله واستعملها في الترسانه ديالك. فدائما ملي هي تشكى على انك انت ما عندكش الوقت لها، سواء الحبيبه ديالك او الزوجه ديالك، فالرد ديالك خاصو يكون على انا الحبيبه راه هادشي كنديرو علينا. وانت اكيد هادشي راه كديرو غير راسك. النقطة الثالثة أو الرابعة للإطار الذكوري الغير مخترق أو غير قابل للاختراق، وهنا غادي ندخلوا إلى غرفة النوم. فكنعرفوا أن الجنس واحد الحاجة اللي هي ضرورية، واحد الحاجة اللي هي هامة في العلاقة. فبزاف ديال الإخوان كيديروا بعض الأغلاط، هو على أنهم كيكونوا في بعض الوضعيات ديال الخضوع. عمرك أو تجنب الوضعيات اللي كتكون فيها المرأة في الفوق وانت في التحت. فبدون الدخول للتفاصيل فأعرف على أن القناة يشاهدها الكبير والصغير، فأكيد الصورة واضحة. دائما القيادة خاصة تكون أيضا في الفراش. فاليوم غادي نقول لك في هذا الفيديو واحد السر من أسرار النساء الذي لا يعرفها الرجال أو معظم الرجال، وهو أنه جرت واحد الدراسة حول النساء في العالم، ولقوا واحد الحاجة اللي هي كتكرر في الخيال الجنسي عندهم. سمعوا المفاجأة، أن النساء داك الخيال الجنسي عندهم المشترك، فهما كيبغيو قصص الاعتصاب بالغين فقط. أنا قلتها بحال هكا لأن اليوتيوب لا يحبذ هذيك الكلمة. فالاعتصاب هي شيء في الخيال الجنسي عند النساء، فهي دائما تتخيل على أنه واحد الرجل غادي يدخل وغادي يقوم بكذا وكذا وكذا. فبالتالي تجنب داك الجنس اللطيف، داك الجنس ديال الرومانسية اللي قريت عليه في القصص وشتيه في المسلسلات، داك الجنس البطيء وما يعرف عليه بالرومانتيك سكس. فمعظم النساء تحبذ نوعا ما هناك عنف في الجنس، وهنا باش ما ياخذهاش اخونا المستمع يعني بالاكستريم، ما كنعنيش انا ان العنف انك غادي تنوض تهز عصا ديال البيسبول تهرسها عليها مثلا. فهاد الاجريشن اللي كنهضر عليها انا فكنعني يعني شد الشعر فما شابه، او الضرب في بعض المناطق اكيد الغير مبرح. فكاين بعض الاخوان حيت كيتفرجوا في المسلسلات الدراميه فهو كيعمل واحد النوع ديال الجنس البطيء الرومانسي. فهاد الجنس يعطي نوع من لا فاليداسيون لهذيك الانثى على انك صافي تحتي في الشبكه. فبالتالي ما عندهاش مشكل على انها تحيد ديك يعني الجنس وقت ما بغات، يعني كتعاقبك وقت ما بغات وتعطيه لك ايضا وقت ما بغات. فكتعود واحد الورقه ديال الضغط، ولكن انت بالتصرف ديالك دفعتيها على انها تاخذ هذيك لا سيرتيتود. فحتى الحيوانات اعزكم الله، فإلا شفتوا يعني بعض الفيديوهات ديالها فهي كتلقى واحد النوع ديال العنف في ممارسه الجنس، باش حتى واحد ما يجي من بعد ويقول لك اخويا رضا لا راه سمعت الفيديو ديالك ونط للصديقه ديالي لا نفخت ليها عينيها بحال مايك تايسون. فهنايا الاخوان ديالنا ميزوا الهضره او فهموا على ان الهضره راه ما كتخادش للاكستريم، يعني ما تكونش متطرف في الاشياء. فاليوم الزوجه ديالك او الحبيبه ديالك فخاصك تقودها في الفراش كما تقودها خارج الفراش. ونصيحه اخيره للاخوان، فتجنبوا المواقع الاباحيه، فهي من اكبر الاسباب ديال العجز الجنسي. فغنقدروا نهضروا على هذا الشيء في فيديوهات اخرى.
فاعرف بأن النساء كتبغي تحس بالقوة ديال الرجل أثناء الممارسة. النقطة الرابعة أو الخامسة وهو أسلوب المكافأة. كاين بزاف ديال الإخوان كيف تنقولوا دائما فهما كياخذوا الأشياء إلى الإكستريم. يعني راه ما خاصنيش نقول لها حتى حاجة زوينة، خاصني نكون بحال واحد الديكتاتور، يعني قوموا نعسوا موتوا. لا يا صديقي، فأشنو الفرق اللي بين واحد رجل بيتا أو رجل قيادي ألفا؟ وهو أن البيتا فقط يعطي 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 ولا يأخذ شيء. الرجل الألفا فهو يعطي ويأخذ أيضا، يعني علاقة سليمة فيها أخذ ورد. فبالتالي أسلوب المكافأة ممكن على أن تديره مع الصديقة ديالك أو مع الزوجة ديالك. كيفاش أخي رضا؟ كيفاش؟ أوكي، أنا نقول لك صديقي، أثناء الحديث مع ديك الشركة ديالك فأنت كتعرف بعض الأشياء اللي كتبغي، أو أنها فايتة قايلة لك بعض الأشياء اللي هي كتبغي. فبالتالي هنا أسلوب المفاجأة كيكون فعال. يعني بار اكزومبل شي نهار قالت لك الزوجة ديالك أو الحبيبة ديالك على أنها ما عمرها مشات لإفران أو ما عمرها مشات لمراكش، فأنت ماشي غادي تجي وغادي تقول لها ها أنت شوفي وجمعي الشوانط دابا وغادي نمشيو. لا صديقي، فأنت فقط خديتي هذيك المعلومة اللي غادي تستعملها واحد النهار. مثلا جا العيد الميلاد ديالها، شي مناسبة أو عطلة دينية، فمعليش هذيك الحبيبة أو الزوجة ديالك اللي كتعاملك باحترام على أنني نكافئها. حيت فين كاين البروبليم؟ البروبليم كاين فاش كتكون لطيف زيادة عن الوقت، وأيضا البروبليم كيكون فاش كتكون واحد القاسي زيادة عن الوقت. خاص دائما توجد واحد البالانس، يعني تكون قاسي وجاد في الأوقات اللي كتستدعي ذلك، وأيضا تكون لين في الأوقات اللي كتستدعي ذلك. داكشي علاش خلينا المكافأة حتى الآخر، باش أن اليوم ديك الزوجة أو الحبيبة اللي كتعاملك مزيان وكتحترمك وكتكبر لك الوليدات، فما جي مشكل على أنك تكافئها مرة. أنا أعطيتك مثال، يعني السفر إلى مراكش أو إفران، أو يعني جات مناسبة ديال عيد الميلاد ديالها، فأنت ما غاديش تقول لها حتى شي حاجة، أنت مرتب كل شيء. عامل المفاجأة هو اللي كيولد داك الدوبامين راش. فأنت مثلا غادي تقول لها صافي جمعي الشوانط ديالك فاحنا مسافرين، هي ما عارفاش أشنو أنت مخطط. فهي كل هذيك السفرية وهي كتخيل في دماغها أشنو هاد المفاجأة. دائما خاصك تكون مثل القطعة النقدية، فيها جوج ديال الوجوه، فهي شافت داك الوجه الصارم ديالك، فاليوم فهي كتشوف أيضا داك الوجه اللطيف ديالك. وهذا اللي كيفسر الإدمان الغريب اللي عند النساء على الباد بوي، لحقاش كيخلي المرأة على أنها تشعر بواحد الرولو كوستر ديال الأحاسيس، ولهذا الرجل اللطيف كتمل منه المرأة. فالنساء عموما واحد الكائنات ما كتعجبهاش الرتابة. فجينا إلى نهاية الفيديو باش ما يجيش الفيديو طويل. فإلا بغيتو الجزء الثاني فممكن مستقبلا على أننا نديرو الجزء الثاني لهذا الفيديو. ففي الخلف ديال الفيديو خليو لنا شي تعليق كيف العادة، وشكرا لجميع الادمنز الاعزاء اللي كيكونوا معنا، وايضا للمستمعين الكرام. لا تنسوا اللايكات، فهي المساهمة الغير مباشرة ديالكم في انتشار هذا الصوت الرجولي. شكرا ونهاركم سعيد.